فاكرين لما اتكلمنا عن الترو سيلف في الفيديو اللي فات؟ دلوقتي هقول لكم ازاي نعرف ان الترو سيلف بتاعتنا مبسوطه ومرتاحه وكله تمام. اول حاجه لما تحس ان انت مشدود جدا، يعني مشدود للحاجه اللي انت بتعملها، الوقت بيطير، مش حاسس بتقل او ببطء، ولما بتخلصها بتحس بانجاز وسعاده. تاني حاجه لما تكون متصالح مع الناس ومبسوط ومرتاح مع نفسك الاول، وبعدين بقعدتك مع الناس، مش مركز قوي في عيوبهم لان انت متقبلها وعارف ان الناس مختلفين عنك. وكمان لما تكون بتسمع نفسك وترضيها، مش بتعمل اللي الناس عايزاه على حساب نفسك. تالت حاجة لما تحس ان انت عندك طاقة وحماس، يبقى انت كده تمام. دور على الاماكن والاشخاص والحاجات اللي بتديك طاقة ايجابية واشحن نفسك بيهم. رابع حاجة لما تلاقي صحتك احسن. لما ترو سيلف بتبقى مش مبسوطة ومضغوطة بتأثر على الجهاز المناعي، والعكس صحيح. لما بتعمل حاجات بتحبها صحتك بتبقى احسن. ساعات ما بنبقاش حاسين ان احنا كنا مضايقين نفسنا الا لما بنعمل الحاجات اللي احنا بنحبها، وبعد ما تحس بتحسن بترجع تسأل نفسك هو انا كنت تعبان من ايه، وبتدور على سبب تعبك وسبب راحتك دلوقتي، وتعمل كده على طول علشان تبقى كويس. خامس حاجة لما تحس ان انت عندك ذكاء اجتماعي اكتر. مش ساعات بتحس ان انت حد مع شخص وحد مختلف خالص مع شخص تاني؟ اصل الترو سيلف بتخليك تفقد ناس وتبعد عن ناس مش من طبعك، وبتقربك من ناس تانيين بتلاقي نفسك معاهم، بتبقى لطيف واجتماعي ومش قلقان يفهموا هزارك غلط ولا كلامك هيتاخد عليك، هتحس كده ان انت براحتك. سادس حاجة لما تركيزك والذاكرة بتاعتك بتبقى اقوى. كلنا بننسى حاجات كتير ممكن تكون مهمة في حياتنا، زي ميعاد دكتور، تاريخ ميلاد حد، بتتوه في الزحمة، لكن بتلاقينا فاكرين تفاصيل حاجات تانية صغيرة، زي مكالمة مع شخص بتحبه، برنامج بسطك، كتاب مهتم بمواضيعه. كل ما ذهنك يكون صافي مش بتستعيد غير الأحداث السعيدة اللي في حياتك، اللي هي محققة لك الشخصية الحقيقية بتاعتك مش المزيف. سابع حاجة بتبقى عامل دماغ. لما الترو سيلف بتاعتك بتبقى مبسوطة انت مودك بيبقى حلو، لانك مرتاح مع نفسك ومع اللي حواليك. ممكن تكون بتاخد قرار مصيري في حياتك والسوشيال سيلف هتموت من الرعب، بس انت مرتاح ومبسوط وماشي بتبتسم للماشيين في الشارع، لانك ما ضغطتش على نفسك علشان حد ولا رضيت حد على حساب رضاك، فبيبقى عندك طولة بال غير مسبوق. وخلي بالكم ان ما ينفعش نعيش بالترو سيلف في كل المواقف، احيانا لازم نوازن بينها وبين السوشيال سيلف. واهم حاجة نبقى واعيين ان احنا بندوس على الزرار وما نتوهش من نفسنا الحقيقية. انتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ قولولي في الكومنت.